انا انضف منك، انا مش هشتم لامك ولا اختك ولا اي واحده في عيلتكم، لان ده اسلوب السفله، اسلوب الاشكال الحقيره. بس انا انضف منك، لان انا مش هجيب سيره واحده في عيلتكم خالص. ليه؟ لان دول نسوان محترمين ما عملوليش حاجه. لا اختك عملت لي حاجه، ولا امك عملت لي حاجه، ولا اي حد في عيلتكم عمل لي حاجه، ولا اخوك ولا اي حد. محدش في عيلتكم داس لي على طرف. فانا انضف منك بكتير. A few moments later. لما تشوف شخص تنويري زي هذا الشيء الحشره اللي اسمه هشام المتناك، بيجي في دماغك بعض الاسئله، اسئله كتير، وخصوصا في دماغ المتنورين اتباعه، يعني اللي هم واحد بقى من اتباعه عادي يتنور منه. فاول حاجه ممكن تيجي في دماغه هو بالمنظر ده، منظر الخنزير ابن المتناكه ده، وشه اللي هو عامل زي وش الخنزير ده، هل الخنزير اللي ناك امه، هل نكهه في كسها ولا نكهه في طزها؟ حاجه تانية، اختك اللي عامله زي ذكر الخنزير المعفن ديت، اللي انت عمال تطلع لنا صورتها كل شويه، واخد بال حضرتك؟ كل شويه اختي اختي، وبعدين تطلع لنا صورتها. هل هي ذكر خنزير ولا هي انثى؟ ما احنا مش قادرين نفهم برضه، يعني عشان احنا مش فاهمين الموضوع ده. هل هي كده ولا كده؟ وعمال كل شويه تطلع لنا صورتها عامله زي ذكر الخنزير كده. فبرضه ده سؤال يهم المتابعين المتنورين. ليه؟ لان عايزين يعرفوا. وبعدين ممكن تطلب منها ان هي تطلع تقلع وتوري للناس هي عندها كس ولا عندها زبر خنزير. عايزين نفهم. ده حاجه مهمه جدا يعني. ليه؟ لان الاتباع المتنورين اللي بياخدوا من قصمك التنوير عايزين برضو يعرفوا المعلومات دي، لان هو اختك برضو يعني ايه، برضو نفس نطه الخنزير وكده يعني. وجوزها اللي هو بتاع القسطره، اكبر دكتور قسطره في مصر، هل بينكها بالقسطره ولا بيركب شيت الاول ويعرف ينكها، ولا هي ما فيش كس اصلا؟ بس يا ريت لما تيجي تعمل كده وتخليها تقلع عشان تفرجنا هي عندها كس ولا ما عندهاش، تبقى تستحمى الاول، يعني عشان واضح ان ايه المنظر هيبقى مش حلو. فخليها تستحمى الاول عشان برضو ايه ما نرجعش مثلا، او لو معانا سيدات حوامل او حاجه ما يرجعوش يعني.